في سؤال تاني، ايه اهم الاحتياطات اللي ياخدها مريض الكبد في التغذية؟ مريض الكبد هيبقى اكتر حاجة بيقلق منها او بيخاف منها حاجتين: كمية البروتين اللي بياخدها، كمية الصوديوم اللي موجودة، وبالتالي كمية المية اللي بياخدها في الجسم. يعني مفروض نقلل شوية كمية البروتينات، لان البروتينات دي هي اكتر حاجة هتحمل على الكبد في عملية الميتابوليزم. نقللها شوية، يعني ممكن نحسبها على 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام. ونقلل كمية الصوديوم، لان بعد فترة بيحصل عملية الاستسقاء وجسمه بيبدأ يعبي مية، فبنقلل كمية المية ونقلل كمية الملح. ده بشكل عام، لان طبعا مريض الكبد ليه تفصيلات كتيرة على حسب هو في اي مرحلة، بس ده بشكل عام ازاي اتعامل مع مريض الكبد. في سؤال تاني: ازاي اتعامل مع مريض الكلى؟ لو انا اتكلمت عن مريض الكلى، تقريبا هيبقى نفس البريكوشنز بتاعت مريض الكبد، ان احنا بنركز اكتر على البروتين، لان عمليه تكسير البروتين بتطلع يوريا وامونيا اللي بتخرج بره الجسم عن طريق الكلى، زائد ان احنا بنحرص جدا من الاملاح والمعادن اللي موجوده في الجسم، زائد ان احنا بنحرص من كميه الميه الموجوده او اللي احنا بناخدها في الجسم. فبالتالي هنقلل الاملاح والمعادن، وهنقلل الحاجات اللي فيها املاح، الاكل اللي فيه املاح عاليه، هنقلل البروتينات اللي الجسم بياخدها، وهنقلل كميه السوائل اللي بيدخلها الجسم. ده طبعا بشكل عام، لان الكلى ممكن يكون في عيان بيغسل كلى، فبالتالي لا بالعكس، ده احنا بنزود الاحتياجات بتاعته، لانه هو بيفقد جزء كبير جدا من الاكل بتاعه في عمليه الغسيل. فبالتالي احنا بنتكلم على عيان كلى ما بيغسلش، هنقلل البروتين، ممكن نحسبه على 6 من 10 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، وهنقلل كميه الاملاح والمعادن، وهنقلل السوائل حسب كمية إخراج البول في الجسم. طول ما بيخرج بول كويس هنديله شوية سوائل، لو قلل بول هنبدأ نقلل كمية السوائل اللي داخلة للجسم. سؤال بعد كده بيتكلم عن مريض السكر. هنعمل ايه مع مريض السكر؟ مريض السكر من الحاجات اللي فيها مشاكل كتيرة وفيها غلطات كتيرة بتحصل للأسف في مصر، لأن معظم الناس بتقولك انت المفروض تشيل السكر خالص. ده حاجة مش صحيحة. احنا ممكن نشيل الكربوهيدرات البسيطة، يعني نشيل السكريات البسيطة، العصاير الكتيرة، الحلويات، الحاجات المسكرة قوي، الحاجات دي نبعد عنها. لكن لازم ناكل كربوهيدرات، يعني ما ينفعش نقول له امنع رز ومكرونة وعيش، هنقول له هاكل رز ومكرونة وعيش بس بنسب قليلة شوية، وفي نفس الوقت بشكل صحي. يعني الافضل العيش السن ثم العيش البلدي، بلاش العيش الابيض والفينو والكلام ده والحلويات. لو بنتكلم عن الرز، الافضل الرز البني ثم الرز الاصفر او البسمتي، لكن الافضل مش افضل حاجه الرز الابيض. فبالتالي احنا هناخد كميه كربوهيدرات بس بالمعقول، وفي نفس الوقت هناخد دهون صحيه، يعني هنقلل الدهون الحيوانيه، لان الدهون الحيوانيه هي اكتر حاجه بتتخزن في الجسم وهي بتعمل لي مشاكل صحيه. هنبعد خالص عن الدهون المهدرجه، وفي نفس الوقت هناخد زيوت نباتيه صحيه زي زيت جوز الهند، اوليف اويل اللي هو زيت الزيتون، وزيت الكتان، الحاجات دي من الزيوت الصحيه. في نفس الوقت هناخد كميه بروتين مناسبه، ولو يفضل طبعا ممارسه الرياضه بشكل دوري عشان زياده عمليه حرق السكر بشكل كويس. السؤال اللي بعد كده: افضل دايت لمريض القلب. افضل دايت لمريض القلب هو دايت بيسموه دايت البحر المتوسط. هو مش عباره عن دايت بشكل يعني حرفي، لكن هو يعتبر لايف ستايل. لايف ستايل يعني ايه؟ يعني احنا هنبدا نزود من اكل حاجات معينه ونبدا نقلل اكل حاجات معينه. هما بيقسموا الاكل لحاجات بتتاكل بشكل يومي، حاجات بتتاكل بشكل اسبوعي، حاجات بتتاكل بشكل شهري. دايت البحر المتوسط لقوا ان ده اللايف ستايل اصلا بتاع الناس بتاعه البحر المتوسط في اليونان وايطاليا واسبانيا ومعظم بلاد البحر المتوسط. طب بياكلوا ايه؟ بياكلوا حاجات بشكل يومي، حاجات زي ايه؟ البقوليات اللي هو البروتين النباتي، بياكلوا الحبوب الكامله او يعني النشويات اللي فيها حاجات زي البليله، حاجات زي البرغل، حاجات زي الفريك، تمام، او العيش السن. بياخدوا خضار وفاكهه بشكل يومي، بياخدوا زيوت نباتيه، بياخدوا مكسرات بشكل يومي. دي الحاجات بتاكل بشكل يومي. طب بشكل اسبوعي بياكلوا ايه؟ الحاجات او منتجات الحيوانيه اكتر، زي البيض، زي الجبن، زي الالبان، زي الفراخ والاسماك، تمام. دي الحاجات بتاكل بشكل اسبوعي، يعني مرتين 3 في الاسبوع. طب الحاجات بتاكل بشكل شهري عباره عن ايه؟ اللحمه الحمراء يعني بتاكل مره مرتين في الشهر ماكسيموم، والحلويات. فده افضل لايف ستايل لمعظم الامراض المزمنه وخاصه مرض القلب.